عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. النهاردة إن شاء الله درس مهم جدا وهيفرق معانا كتير جدا، لأننا النهاردة هنتحول من يوزرز عاديين كنا آخرنا بنخش على البلاي ستور ننزل أي أبليكيشن. النهاردة هنبقى ديفلوبرز، هنبدأ إحنا نعمل أول أبليكيشن لينا. هنبدأ في الأول نيو بروجكت، نسمي البروجكت بتاعنا أي حاجة، مثلا ماي فيرست ابليكيشن. دي حاجه عندنا اسمها الدومين، عشان لو احنا عايزين نحطه على البلاي ستور. دي حاجه عامله زي الاي دي كده، حاجه المفروض تبقى يونيك، محدش عنده نفس الاي دي بتاعك. وده طبعا البروجكت لوكيشن، لو انا عايز بعد ما اخلص البروجكت يتحفظ فين. دي حاجه براحتكم برضو تقدروا تغيروا فيها. هنا احنا عايزين نعمل ديفلوب على انهي بلاتفورم. احنا هنشتغل على الفون اند تابلت. في ناس ممكن تبرمج ساعات تلفزيونات، النظارات بتاعت جوجل، ملناش دعوه بالكلام ده طبعا. دي هنا الفيرجن اللي احنا عايزين نبتدي من عندها. يعني مثلا هنا لو ابتديت من عند فيرجن نوجيت اللي هو 7، الديفايس اللي في السوق كلها 1%، يعني البلاي ستور كله ما فيش غير 1% بس اللي بيستخدم النوجيت. فلما اجي اعمل ابلكيشن وانزله على البلاي ستور طبعا مش هيحقق معاه اي حاجه خالص، مش هيجيب لي شغل تقريبا. فنخش على حاجه اسمها اللي هو الجيلي بين. نبدا بال17، هيبقى انا واخد 90.7 من الاجهزه اللي في البلاي ستور. ده رقم كويس جدا. بعد كده ندوس نيكست، نختار امبت اكتيفيتي، وهنعرف الباقي ده طبعا في دروس جايه. هو بيسميها باي ديفولت كده، بيسميها من اكتيفيتي. بيبدا بقى الجهاز يعمل بيلد لحد ما البرنامج يفتح ان شاء الله. بعد ما البرنامج فتح، احنا قلنا في الاندرويد ستوديو بنتعامل مع حاجتين، حاجه اسمها ملف جافا، وبنتعامل مع ملف XML. الاكس ام ال ده اللي هو كل حاجه مرتبطه بالتصميم بتاعي، بالديزاين بتاعي. الجافا بيخليني اقدر اشغل الحاجات اللي انا عاملها في الديزاين. يعني مثلا هنا عامل بوتون، اول ما ادوس على البوتون ده او اليوزر يعمل معاه اي انتر اكشن، ايه اللي يحصل؟ ببدا اديله هنا الحاجات اللي يعملها في ملف الجافا. احنا فكره البروجكت بتاعنا النهارده هنعمل برنامج يحسب عمر البني ادم. يعني مثلا هديله انا مولود مثلا 1996، هكتب له 1996، واول ما ادوس يحسب العمر مثلا او جيت ايدج، يقول لي مثلا عمرك كام سنه. في البدايه احنا جبنا حاجه من هنا اسمها نمبر، هي عباره عن ايديت تكست بتاخد ارقام بس. وجبنا بوتون، هندي الايديت تكست بتاعنا ده اي دي، هنسميه مثلا اي تي، نسميه ديت. والبوتون نديله اي دي مثلا نسميه BTN كالكوليت مثلا يحسب لي العمر. ونديله اسم مثلا نخليه احسب عمري. تمام كده. ونبدأ اكبر لكم بس الخط شوية. تكست سايز نخليه مثلا 26 اس بي. اهو ادي كده عندنا البوتون وعندنا الايديت تكست. عندنا في البوتون في حاجه اسمها اون كليك. اون كليك كده يعني لما حد يدوس عليك هتعمل ايه. فاسمي الامر بتاع اون كليك كده مثلا اسميه BTN كليك. كده احنا ادينا له اي دي. لو دخلنا هنا في نمسح التكست فيو ده اللي احنا مش عايزينه، ندوس ديليت. نخش هنا في التكست بتاعنا، ادي البوتون بتاعنا اهو. احنا مدين له حاجه اسمها اون كليك. بص اول ما اقف عليها هدوس هنا هيقول لي انت مسمي حاجه اسمها BTN كليك بس هي مش عندك، فاقول له كرييت BTN كليك. راح نقلني على ملف الجافا. ملف الجافا ده فيه ايه؟ احنا هنا عندنا فيه ميثود اسمها اون كرييت، واخده عنوان اللي هو ار دي اللي هي الريسورس، دوت لي اوت. عندنا ملف اسمه لي اوت. عندي في ملف XML اسمه اكتيفيتي مين، بيديله العنوان بتاعها. يعني بيقول لملف الجافا ده انت هتتعامل مع صفحه اسمها اكتيفيتي مين، بيديله عنوانها. بيبدا بقى ملف الجافا ده يروح يشوف الحاجه اللي انا هنده عليها. هنده على ايديت تكست واديله الاي دي بتاعها، هيروح يدور عليها هنا. هو عارف ان انا بنده عليها من الجزء ده. فاروح للمين اكتيفيتي. في البدايه ده كده انا بتعامل في البوتون. اول ما حد يدوس على البوتون هقول له انت عندك edit text
نكتب edit text طبعا بحرف كابيتال، لان الجافا سنستيف كيس، فلازم اكتب كل حاجة زي ما هي متعرفة، اكتبها كابيتال. هسميه مثلا et text ماشي، مفيش مشكلة edit text. وان شاء الله هعمل لكم طريقة نكتب، مش لازم نكتب كابيتال، لو كتبنا سمول او كابيتال الحاجة تطلع لنا. هنزلها لكم ان شاء الله النهارده على الصفحة. فهعمل حاجة اسمها find view by id، يعني شوف لي الاي دي ده، دور على الاي دي اللي انا هديهولك ده بتاع الايديت تكست. هقول له الاي دي ار دوت اي دي دوت، بص انا كنت مسمي الايديت تكست ايه اي تي ديت، اروح دايس عليه واقفل بسيمي كولون. هنا في خطأ، ايه الخطأ؟ هو هنا مش شايف ده، هو ازاي ملف جافا، يعني ده كود في الجافا، ازاي هيشوف اكس ام ال، ازاي كود هيشوف ديزاين؟ فبعمل حاجة اسمها كاست، بفتح قوس واكتب في قلبيه edit text، كده عملت الكاست، كده ما عنديش اي مشكلة. تاني حاجة هعملها ايه؟ هقول له انا في الايديت تكست ده هديك رقم مثلا، او هديك السنة اللي انا اتولدت فيها. فهقول له انت الايديت تكست بتاعنا الاسم اللي انا مسميه هنا دوت جيت تكست، هتاخد لي النص اللي انا كتبته في قلب الايديت تكست وهتحوله لي لسترينج، وهنعرف ليه احنا حولناه لسترينج. بعد كده هنعمل ايه؟ الاول احنا لازم نعرف حاجة، هنقول له انت عندك حاجة اسمها يير من نوع انتجر، هتخليها لي انتجر برضو. هنعمل لها هنا حاجة زي كوست دوت بارس انت، وهاخد القوس ده كده كنترول اكس واحطه هنا. هقول له اعمل لي الانتجر ده في الايديت تكست اللي انا خدته. بعد كده هعرف متغير تاني انت ايدج، ده بقى اللي هيطلع لي الناتج في الاخر، بيساوي 2017، احنا سنة 2017 ناقص ايه. انا المفروض هاخد ايه اللي اليوزر هيكتبه لي هنا، وانا اعرف اليوزر هيكتب لي كام، يعني هيكتب لي سنة كام مثلا. فلا، هقول له انت هتحسب لي من السنة اللي انا فيها اللي هي 2017 ناقص الير اللي انا عرفته هنا، اللي انا هاخده من اليوزر اللي هو بقول له جيت تكست. فاقول له 2017 ناقص الير اللي انا عرفتها فوق، واروح قافل بالسيمي كولون. كده كويس جدا، كده احنا خلصنا اللوجيك بتاعها. عايز بقى اطلع لليوزر رساله، هو اكيد هيكتب العمر، واول ما يدوس يحسب عمري لازم يشوف رساله. طب ايه العمر اللي طلع لي؟ هعمل حاجه اسمها توست دي عامله كده زي رساله مدتها صغيره. هكتب له ايه في التوست ده؟ هقول له مثلا عمرك، واروح عامل له كده، واروح عامل كونكاتينيت يعني اربطه بحاجه تانية. العمر ده هيجيبه منين؟ هقول له انت عندك حاجه انا مديها لك اسمها string، هقول له عندك string، ثانيه واحده، string جافا دوت فاليو اوف، هجيب القيمه بتاعتها منين؟ من اللي انا مسميه هنا ايدج اللي هي 2017 ناقص اللي اليوزر هيديها لنا. هنقول له ناقص الايدج بتاعنا، ودي نخليها لونج، دي المده بتاعت عرض الرساله. نعمل رن ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. هنحدد الايميليتور اللي هنرن عليه، مثلا نرن على الايميليتور ده وندوس اوك، هيبدا يعمل بيلد بقى. لما الايميليتور اشتغل نبدا بقى نجرب البرنامج بتاعنا. نكتب 1996 احسب عمري، قال لي عمرك 21 سنه. كويس جدا. نبدا بقى نعمل بقى اللي احنا عايزينه. احنا كده فهمنا درس النهارده ان شاء الله. نبدا بقى عايزين نزود حاجات، نبدا نجرب الكود اكتر من مره عشان يثبت معانا. ممكن نجرب اكتر من حاجه، نخش نعمل بوتون زياده، نعمل فكره تانية. احنا عرفنا ازاي نعمل ايديت تكست، ازاي نعمل بوتون، ازاي ندي اي دي، ازاي نعمل له بي تي ان كليك. يعني مثلا ممكن نزود حاجه مثلا ونكتب فيها كده، يعني هو مثلا بيقول لي عمرك 21، اقول له اكتب لي عمرك 21 سنه مثلا. ونعمل حاجه تانية، نقعد نجرب برضو الكود اكتر من مره، نعمل
توست. يعني نعمل توست تاني غير الاولاني اللي هو بيقول لي عمرك مثلا 21 سنة. نعمل create a new toast، نكتب له فيه هو زيز دي على فكرة في اي حاجة يعني الاكتيفيتي الحالية، يعني الصفحة الحالية، ملف الجافا الحالي اللي انا واقف فيه. اكتب له مثلا هنا نعمل دي مثلا برضو لونج، دي الفترة اللي بيتعرض فيها المسج اللي بتطلع لنا دي، اذا كانت شورت ولا لونج. احنا مثلا هنختارها لونج ونعمل ران، نشوف الكلام بتاعنا ده هيتطبق ولا لا. فياريت نقعد نجرب الكود اكتر من مرة، ونقعد نعمل بقى نفنن، احنا نحط التاتش بتاعنا، الحنكة، كل واحد بقى يفكر في حاجة يغير شكل البوتون. وان شاء الله الدرس اللي جاي هنتعلم ازاي نكتب ملف XML بايدينا بدل الدراج والدروب اللي احنا لسه عاملينه، ان احنا نجيب في ال XML البوتون ونحطه في قلب يعني هنا في الديزاين بتاعنا. هنتعلم ازاي نكتب ال XML ده بايدينا، مش هنيجي بقى نعمل اللي هو دراج ودروب، ندوس على البوتون ونشده على الايديت تكست ونشده. ان شاء الله الحلقه الجايه هنفهم الكلام ده كله. الايميليتور بتاعنا عمل رن خلاص. هنكتب مثلا 1996 تاني، نعمل احسب عمري. اول ما زودنا كلمة سنة قال لي عمرك 21 سنة. بسم الله ما شاء الله، والله كبرت يا واحد. كده النهاردة عملنا اول بروجكت لينا، ان شاء الله تكون نقطة تغيير كويسة جدا ونقدر نعملها ان شاء الله من غير اي اخطاء. ولا قدر الله لو ظهر معانا اي اخطاء يا ريت تكتبوا لي الخطأ اللي ظهر لكم تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم. والمرة الجاية ان شاء الله هنتعلم ازاي نكتب كود XML بدل ما احنا عملنا زي كده النهارده وبقينا نعمل دراج ودروب في قلب البروجكت بتاعنا. لا، هنتعلم ازاي نكتب تكست او كود XML. ان شاء الله استنوني الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.